السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تلقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيرسي تاو عرضاً من نادي الوداد المغربي لاستعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأكدت صحيفة المنتخب المغربية أن إدارة النادي الأهلي تلقت عرضاً من نادي الوداد المغربي لاستعارة بيرسي تاو، وأن إدارة القلعة الحمراء لا تمانع. وقالت صحيفة المنتخب المغربية: النادي الأهلي وافق على طلب نادي الوداد المغربي لإعارة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لما تبقى من الموسم الحالي. كشفت قناة الهداف الجزائرية عن عقد جلسة بين النادي الأهلي وبغداد بونجاح لاعب الشمال القطري لضمه في الفترة المقبلة لتدعيم الفريق. ونشرت قناة الهداف الجزائرية تفاصيل جلسة مفاوضات بين إدارة الأهلي وبغداد بونجاح في فندق النوفوتيل بالقاهرة بحضور محمود الخطيب ومحمد رمضان وهاني رمزي من أجل إنهاء الصفقة. ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نادي المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في إطار بطولة الدوري الممتاز. أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن الأهلي يسعى لضم تريزيجيه المعار من طرابزون سبور إلى الريان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقال مصدر من الأهلي: هناك رغبة في ضم تريزيجيه، لكن اللاعب شارك مع الريان وطرابزون خلال الموسم الجاري، ولذلك لا يحق له اللعب لفريق ثالث خلال الموسم ذاته. وأضاف: لذلك يرغب الأهلي في ضمه خلال كأس العالم للأندية، ومن ثم يستمر مع الفريق بشكل نهائي. وأتم تصريحاته: حتى الآن لم يتم الاتفاق على أي شيء بشأن تريزيجيه كما يشاع. وكشف إيرسان سيردال الصحفي التركي بمنصة بلايزون عن اقتراب الأهلي من التوصل إلى اتفاق مع محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور المعار إلى الريان القطري. ووفقا له فإن تريزيجيه لا يشعر بالسعادة في الريان ويرغب في الرحيل عن النادي عقب نهاية فترة الإعارة. وأشار الصحفي إلى أن الأهلي اقترب من التوصل إلى اتفاق مع تريزيجيه مقابل 1,300,000 يورو مع التوقيع على عقد لمدة 3 مواسم. ويتطلب إتمام الصفقة فقط اتفاق الأهلي مع طرابزونسبور. ويحصل تريزيجيه حالياً على 1,800,000 يورو كراتب في طرابزون و1,500,000 خلال فترة الإعارة مع الريان، يدفع منها طرابزون جزءاً من العقد. لا يمانع الأهلي فكرة رحيل لاعبه المغربي رضا سليم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة. وكشف مصدر من الأهلي: الأهلي لا يمانع رحيل رضا سليم، ولكن للإعارة لمدة 6 شهور دون أن يساهم النادي في دفع راتبه. وأضاف: الأهلي منفتح على كل العروض، واللاعب لم يحسم موقفه بعد، وأولويته هي اللعب باستمرار مع الحصول على نفس راتبه في الأهلي، ووكيله يبحث عن عرض خليجي له لإرضاء كافة الأطراف. وفيما يخص حمزة علاء حارس الأهلي، أوضح المصدر: لم يصل أي عرض رسمي لضم حمزة علاء، وفي حالة وصول عروض سيتم دراستها جيداً، والموافقة على رحيل الحارس ستكون وفقاً لاحتياجات الفريق. أوضحت جريدة المنتخب المغربية أن نادي الوداد المغربي طلب استعارة رضا سليم وبيرسي تاو من الأهلي. وأضاف التقرير أن إدارة الأهلي وافقت مبدئياً على إعارة كل من المغربي رضا سليم والجنوب إفريقي بيرسي تاو لما تبقى من الموسم الحالي. وذكر التقرير أن إدارة الأهلي لا تمانع الموافقة بشرطين: أولهما التفاوض بشكل مباشر بين رضا سليم والوداد بشأن الراتب الشهري والحوافز. ثانيهما ألا تتجاوز فترة الإعارة ما تبقى من الموسم، بحيث يعود اللاعب إلى صفوف الأهلي مع نهاية كأس العالم للأندية التي سيشارك فيها الوداد الصيف القادم بالولايات المتحدة. الشهر الماضي نفى رضا سليم ما تردد عن رغبته في الرحيل عن الفريق. وقتها قال سليم في تصريحاته لقناة الأهلي: ليس صحيحاً أني أريد الرحيل، بل أريد الاستمرار مع الفريق والمشاركة بصورة دائمة.